القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتتولى مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. هعيدها تاني عشان يسمعوها هناك. إن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة سوف تعبر قناة السويس لتولي مسؤوليتها الوطنية على الضفة الشرقية للقناة. وعد السادات وأوفى بوعده، فبعد استعدادات مكثفة وتنسيق عسكري مع سوريا وتنسيق سياسي مع القادة العرب وعلى رأسهم العاهل السعودي الملك فيصل بن عبد العزيز، تم تحديد ساعة الصفر. وفي تمام الساعة 2:05 يوم 6 من أكتوبر 10 من رمضان لعام 1973 اندلعت نيران الحرب على الجبهتين المصرية والسورية، معلنة بدء الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة، ولكن هذه المرة بمبادئة عربية في الزمان والمكان أذهلت العالم وفاقت كل توقعاته. بسم الله بإيدين ولادنا، بسم الله بسم الله، وأدام عمتنا بسم الله بسم الله، بيحيي جهاتنا بسم الله بسم الله، وأدام عمتنا بسم الله بسم الله، بيحيي جهاتنا بسم الله بسم الله. الله أكبر، أذن وكبر، الله أكبر، أذن وكبر، وقول يا رب النصر تكبر. بسم الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أذن وكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، أذن وكبر، بسم الله بسم الله، بذبحنا مصر، بسم الله بسم الله. الضربة الجوية المركزة كان لها أثر كبير جدا في العملية دي. بدأت يوم 6 أكتوبر، عبرت أكثر من 220 طيارة قناة السويس الساعة 2 بعد الظهر تماما. دخلنا، هجمنا على جميع وسائل الدفاع الجوي، هجمنا على مطارات العدو الموجودة في سيناء، هجمنا على مراكز القيادة في سيناء، دمرنا 95% بدون مبالغة، وحصل ارتباك في القيادة الإسرائيلية. صواريخهم اللي كانت على طول القناة تعطلت، سواء تدمرت أو شلت فعالياتها. مراكز القيادة اتشلت، ما كانش فيه اتصال، وبذلك بدأت قواتنا العبور وبكفاءة وبنجاح، واستمر اقتحام القناة، وقواتنا وصلت لشرق القناة واحتلت رؤوس الكباري. القوات الجوية قامت بالضربة بتاعتها، دمرت 95% من الأهداف اللي هي كانت مكلفة بيها. خسائرها ما كانش حد يتوقعها، لا تزيد عن 1.5 ل 2%، ودي نتيجة ما كانش حد يتخيلها أبدا، أو ما حدش كان يتصورها سواء من العدو أو من الصديق. الضربة الجوية الأولى اشترك فيها 220 طائرة. هذه الطائرات أقلعت من مطارات مختلفة وعلى مسافات متباعدة عن منطقة المعركة، وكان لابد لمفاجأة العدو أن تصل في وقت واحد تماما. الضربة الجوية حدد لها الأهداف المهمة التي تؤثر تأثير كبير جدا على العدو بهدفين: شل قياداته بحيث انها لا تستطيع التدخل السريع ضد قوات اللي بتعبر القناة. الحاجة الثانية تدمير كل الأهداف التي تؤثر على عمليات القوات الجوية في الأيام التالية. وعلى هذا كانت هذه الأهداف هي كل المطارات والقواعد الجوية في مدى طائرتنا، ودي أساسا كانت الماليز وراس نصراني والعريش.